هنروح لخبر آخر تحت شعار تطوير الصناعة المصرية. إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر تحت مظلة مبادرة ابدأ. وفي الحقيقة طبعا صمام أمان الغاز دي مسألة بالغة الأهمية فيما يتعلق بالحفاظ على أرواح وعلى حياة المواطنين وعلى التأمين، وأيضا تصنيعها في مصر هو أمر يأتي أيضا في إطار جهود توطين مختبسة في الصناعات بقدر المستطاع، لأن هذه الأشياء الدقيقة التقنية يتم استيرادها بأسعار باهظة تتجاوز 100 مليون دولار سنويا. فإذا تصنيع هذه المعدات على أرض مصر شيء بالغ الأهمية، هيوفر لنا عملة صعبة وقد نكون في المستقبل أيضا مع توافر أو مع زيادة الإنتاج بإمكانيات التصدير، وكلها جهود جديرة بالاحترام والتقدير. والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص حرص كبير جدا ولا يدخر وسعا في متابعته وأيضا متابعة الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأهمية مساعدة عمليات التصنيع المحلي داخل مصر. ولعلنا جميعا تابعنا مبادرة ابدأ، ويمكن استمعنا في خلال لقاءات السيد الرئيس وافتتاحه للعديد من المشروعات إلى مجموعات ناجحة جدا تمثل وساما على صدر مصر. وقال هؤلاء حينما يعرضون تجاربهم أمام السيد الرئيس أنهم قاموا بالمشاركة مع مبادرة ابدأ بالفعل بالتوجه إلى الجهات المختصة في إطار هذه المبادرة، وجدوا كل التيسير حتى تمكنوا من نجاحات كبيرة جدا. الكثير منهم تمكنوا من توفير إنتاج محلي، البعض من هذا الكثير أيضا أعلن أنه قام بالفعل بتصدير منتجات إلى الخارج بعدد كبير، ووعد هؤلاء جميعا بمضاعفة إنتاجهم خلال الفترات القادمة.